المشاكل اللي بتقابل مريض ضعف السمع في الشغل. تخيلي كده ان جوزك راجع من الشغل متعصب علشان هم فاكرينه في الشغل مهمل، مع ان في الحقيقه هو اصلا مش سامعهم كويس. كتير من الناس في شغلهم بيعانوا بسبب ضعف السمع، يرد على مديره رد غلط او مش سامع زميله في الشغل كويس، في الاخر بيبان ان هو موظف مهمل او مش مركز. المشكله بقى ان اهله وزوجته واولاده بيشيلوا الهم معاه، قلق ان الشغل ممكن يضيع منه وقلق كبير وستريس في البيت. طب الاهل في الحاله ديت يعملوا ايه؟ طبعا لازم اول حاجه الدعم النفسي. مهم جدا ان الزوجه والاولاد يفهموا ان المشكله مش عنده، مش في شخصيته، المشكله في السمع. تاني حاجه ان هم يتكلموا معاه بهدوء، يقترحوا عليه اللي هو يعمل فحص سمع من غير ما تحسسوه ان هو عاجز. تالت حاجه يا ريت تشاركوه الحل علشان يحس بوقوفكم جنبه وانكم انتوا مش سايبينه. رابع حاجه الفحص والعلاج بدري بيخليه يرجع لشغله ويمارس حياته طبيعيه وعاديه. السفر للسماعات الطبيه بخبره اكتر من 25 سنه. مش بس بنهتم بالمريض، احنا بنهتم باستقرار بيته وشغله. لو حاسه ان في خطر على جوزك بسبب ضعف السمع في شغله، اتواصلي معانا وخلي الاستقرار يرجع للبيت. واستنونا في الحلقه الجايه وهنشوف ازاي ضعف السمع كمان ممكن يأثر على المناسبات الاجتماعيه ولمة العيله.